واجب على الأب وهكذا الأم أن يأمر أولادهما من بنين وبنات بالصلاة. إن كانوا بنين فيأمرانهما بالصلاة مع الجماعة في المسجد، وأما إذا كانوا بنات فيأمرانهما بأن يصلين الصلاة في وقتها. وهذا واجب على الوالدين ومسؤولان عن ذلك أمام الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وأثبت النبي عليه الصلاة والسلام المسؤولية والرعاية على كل من الزوج والزوجة، عليهما مسؤولية كبيرة تجاه أولادهما. إذا كان الأولاد يعني صغارا، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم الصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. يسلكان أولا معهما مسلك التربية والأمر منذ أن تبلغ أعمارهم 7 سنين، مجرد أمر. لكن إذا لم يجد هذا الأسلوب فيغيران الأسلوب إلى أسلوب فيه شيء من الحزم: واضربوهم عليها ل10. طبعا ضربا غير مبرح. إذا كان الأولاد كبارا كما ذكر الأخ السائل الكريم، هنا يعني الضرب غير مناسب، لأن الضرب لأنه لو ضرب الأولاد وهم يعني قد ذكرنا بعضهم متزوجون وكبار، فهذا يترتب عليه مفاسد أعظم، لأن هذا الابن ربما يغادر البيت، ربما يتسبب هذا في قطيعة، يتسبب في مفاسد أكبر. ولذلك يسلك مسالك أخرى من الموعظة ومن النصيحة والتوجيه. فإذا أمر الأب والأم هؤلاء الأولاد بالصلاة فقد برئت ذمتهما، لكن يأمرانهما أمرا مستمرا. يعني لا يأمره مثلا يقول أنا والله لن يستجيب، لا، كل مرة تأمره بالصلاة، كل يوم تأمره بالصلاة. إن استجاب الحمد لله، إن لم يستجب فأنت قد أبرأت ذمتك.